بيبدأ الفيلم بالقبض على كامل بتهمة التهرب الضريبي وبسبب القروض اللي خدها ومش قادر يسددها. وفي جلسة المحكمة بيدور حوار بين كامل وشاهين صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها كامل، وبيقول كامل لشاهين إنه وافق إن القروض تتكتب باسمه وإنه موافق يتسجن بداله مقابل إنه يربي له ابنه محمود وسط ولاده مي وعلاء. وبيوعد شاهين كامل إنه هيربي محمود زي ولاده بالظبط وفاء للجميل بتاعه وإنه هيتسجن بداله. وفعلا بيتحكم على كامل ب15 سنة سجن. وفي أول زيارة بيروح محمود لأبوه وبيشتكي له إن شاهين بيعامله وحش جدا. وبيفهم كامل إن شاهين خدعه، وبيكبر محمود في بيت شاهين وبيبقى الخدام والسواق بتاعهم. وبيمنعوا شاهين إنه يكمل تعليمه الجامعي، لكن محمود بيقدر يكمل لحد ما بيحصل على ليسانس حقوق من ورا شاهين وولاده. وبيبقى محمود على علاقة بمغاوري تاجر العملة والمعلمة زبدة تاجرة المخدرات. وبيكون علاء ابن شاهين بيعامل محمود وحش جدا، وبيسافر أمريكا عشان يدرس لكنه بيفشل وبيرجع مصر. وبتتجوز مي مجدي اللي بيكون برضه رجل أعمال كبير، بس بتبقى عايز تطلق منه لأنها بقالها 5 سنين مستحملاه وهو عنده عجز جنسي. لكن طبعا شاهين ما بيرضاش بالطلاق، وبتنتهي ال15 سنة وبيستقبل محمود أبوه وبيروحوا البيت. وبيوعده إنه هينتقم من شاهين وولاده وهيجيب له حقه. لكن كامل ما بيقدرش يستنى وبيروح لشاهين بيته وبيكون عامل حفلة كبيرة ووسط الناس كلها بيفضح حقيقة شاهين. فبيضربوا شاهين بالقلم. فبيجري محمود وبيمثل إنه متضايق من اللي عمله أبوه، وبيفضل يقول له ده خيرنا من شاهين بيه، وبياخده وبيمشي. وكامل متحسر من الموقف لدرجة إنه بيجيله شلل نصفي وبيتنقل المستشفى. وتاني يوم بيروح محمود يستسمح شاهين على اللي عمله أبوه وبيسامحه. وبتفضل تسأل مي باباها عن كامل واللي قاله في الحفلة، ويبان إنها مصدقة إنه فعلا مظلوم وبتشك في باباها. لكن شاهين بيقول لها إنه كامل كذاب ومجنون. وفي يوم بتتخانق مي مع جوزها وبتسيبه وتروح تقف في البلكونة، فبتشوف محمود في الجراج مع واحدة. فبيبان عليه الغيرة جدا. وتاني يوم ومحمود بيمسح لها عربيتها بتقوله انت مسحتهاش ليه من بدري، كنت بتعمل ايه طول الليل. وبتتعصب عليه وبتمشي. وفي يوم بيبقى بيتكلم شاهين مع صادق اللي بيشتغل عنده، بيقوله انهم محتاجين 100,000 دولار ومش عارفين يوفروا المبلغ ده. وبيكون محمود معاهم بيقوله انه هيقدر يوفر له المبلغ ده. فبيستغرب شاهين لكن بيوافق، وبيروح محمود لمغاوري وبيطلب منه تحضير المبلغ، وفعلا بيقدر يجهزهم له وبيديهم محمود لشاهين فبيثق فيه جدا. وفي مرة بيروح محمود ياخد مي من النادي وهم في الطريق بيعكسوها شوية شباب. فبيقف محمود بالعربية وبينزل يتخانق معاهم بيضربهم لحد ما بيهربوا وبيجروا بعربيتهم. فبيزيد إعجاب مي بيه جدا. وبيكون علاء بيشرب بانجو وحشيش هو وأصحابه، وفي ليلة بيكونوا عايزين حشيش أكتر. لكن صاحبه بيقوله إن الراجل اللي كانوا بيشتروا منه اتقبض عليه. فبيقترح واحد منهم على علاء إنه يقول لمحمود يجيب لهم، لأنه أكيد يعرف السكة دي. وفعلا بيطلب علاء من محمود حشيش، لكن محمود بيقوله إن الحشيش والبانجو بقى حاجات قديمة. وبيقترح عليه يشم بودرة، وفعلا بقى يخلي زبدة تديله البودرة. وطلب محمود من زبدة إنها تتقرب من علاء وتمسي عليه الحب لحد ما قدروا يغرقوا علاء في المخدرات. وبنرجع تاني لمي اللي بتفضل تتخيل نفسها مع محمود لحد ما بتقوم تزعق لمجدي وبتطلب منه الطلاق في نص الليل، وبتقوله انها مش هتسمح لنفسها تبقى ست خاينه. فبيقوم مجدي يلبس ويخرج من البيت، وبتفضل مي تجري وراه لحد ما بتلاقيه مش عايز يسمعها. فبتقوله ان هو مش راجل. فبيضربها وبيركب العربيه وبيمشي، وبيجي محمود ياخدها في حضنه ويطبطب عليها وبتحصل ما بينهم علاقه. وبتسحب مي من حسابها في البنك 50,000 جنيه وبتديهم لمحمود عشان يبدأ بيهم مشروع. فبياخد الفلوس وبيوديهم لمغاوري وبيطلب منه انه يدورهم له في السوق ويديهم الأرباح. وبيرجع مجدي للبيت وبيشوف مي مع محمود فبيقدرش يواجههم، وبيجري جامد بالعربية فبيعمل حادثة وبيموت. وبيتخانق شاهين مع ابنه علاء وبيطرده من البيت لأنه بيعملش أي حاجة في حياته غير إنه بيطلب منه فلوس وبيصرفها. وفي ليلة بتدخل مي أوضة محمود وبتشوفه مع واحدة، فبتفضل تتخانق وتزعق. وبيقدر يقنعها محمود إنه عمل كده عشان يسكت البنت دي إنها تكشف علاقتهم مع بعض لأنها شافتهم. وبتصدقوا مي. وبنروح لعلاء اللي بقى مدمن مخدرات وبقى بياخد حقن. وبيقترح صاحب شاهين عليه إنه يهرب فلوسه بره مصر، إن المدعي الاشتراكي قبض على رجال أعمال كتير فسدت، وهو طبعا ليه أعمال مشبوهة كتير. فبيلجأ شاهين لمحمود وبيديله 2 مليون جنيه وبيطلب منه يبدلهم له 2 مليون دولار من السوق السوداء. فبياخد محمود فلوسه كلها من غير ما يبدلهم له، وبيروح لشاهين وبيواجهه وبيقول له انه خد فلوسه لانها تمن 15 سنه سجن اللي ابوه سجنهم 15 سنه عاشهم في بيته خدام. فبينهار شاهين ومبيبقاش عارف يتصرف ازاي. وفي نفس الوقت بيسيب محمود مي فبيجي لها اكتئاب وبتحاول للانتحار. في الاخر بتروح لدكتور نفسي وبتقرر تروح لمحمود تاني وتحاول تقربه ليها. وبتواجه ابوها وبتقول انها بتحب محمود وعايزاه، ولما بيرفض بتسيبه وبتروح لمحمود. لكن محمود بيوريها ابوه اللي قاعد على كرسي متحرك، وبيقول لها ان ابوه اتشل بسبب ظلم ابوها ليه. وبيطلب منها تمشي، وبتعرف مي حقيقة ابوها وبتاخد موقف منه. وبيفتح محمود شركة، وبيطلب صادق اللي كان بيشتغل مع شاهين في مكتبه، وبيطلب منه كل الاوراق اللي تثبت ان شاهين قام باعمال غير قانونيه، وبيديله مبلغ كبير. فبيوافق صادق. وبعد ما بيطرد علاء من البيت ما بيكونش قادر يدفع ثمن المخدرات اللي بياخدها، فبيضطر يشتغل خدام عند زبده. وبيبلغ محمود عن زبده وعلاء وبتقبض الحكومه عليهم. وبيجي شاهين وبيشوف ابنه وهو متدمر من كتر ادمان المخدرات. وبيعرف محمود من صادق ان شاهين فلس وبيبيع كل املاكه حتى الفيلا اللي كان ساكن فيها. فبيروح محمود وبيشتري الفيلا، وبيسلط شاهين بلطجيه عشان يقتلوا محمود، بس الطلقه بتيجي في مغاوري وبيموت. وبيوصي محمود على ابنه محروس، وبيتقبض على شاهين وبيتشل من الصدمه. وبيروح محمود يشوفه وهو في الحاله دي وبيشمت فيه.
وبنشوف ابن مغاوري وهو بيمسح العربية فبيمنعه محمود وبيقول له إنه لازم يبقى مهندس زي ما أبوه كان بيتمنى. وبيدخل محمود وأبوه البيت بتاع شاهين وبتكون مي لمت حاجتها وهتمشي وبتعتذر لمحمود إنها اتأخرت ومشيتش قبل ما هما يجوا، فبيقول لها محمود إن ده بيتها وبيطلب منها هو وأبوه إنها تعيش معاهم وبتوافق. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم برهام حشاد.